اوبر في الاول بالنسبه لي كانت شركه صغيره، فانا مضطر اربط البانكينج سيستم، انظمه الدفع، مضطر اربط سيستم اللوكيشن بتاع جوجل، مضطر اربط اكتر من 5 سيرفيس مع بعض. حلو، خلينا نعيد السياق بقى تاني بس بشكل ادق. الانظمه الصغيره بشكل ماشي. اساسي مش هتهتم قوي انت مخزن ايه فين وبانيه ازاي، ما عندكش ضغط. الانظمه الصغيره احنا الفاكتور بتاعنا الورك لود، مش النظام الصغير او النظام بس الكبير. يعني سياق الضغط بتاع اليوزرز اللي هيجوا بالظبط في كده. نفس اللحظه بعد الاوبريشنز اللي هيعملوها مظبوط. على الداتابيز، على الباك اند، على الكلام ده كله. حضرتك عشان توصل ان انت تفكر بالطريقه دي، طب انا بتعلم فرونت اند وباك اند يا عم وبتعلم database، اعمل ايه اكتر من كده؟ خلينا نبدا بقى من البدايه. زمان انا دلوقتي عايز اربط مع سيستم تاني، ما هو لنفترض مثلا في سيرفيس مشهوره جدا وهي الاس اس او بتاعت مثلا بلد معينه، هنتكلم عن الخليج، نفاذ مثلا، بجيب الاند بوينت بتاعتها واربطها انترنالي جوه عندي في السيستم. ولنفترض نفاذ دي جت الصبح قالت انا عايز اغير في السيستم بتاعي، فانت كده بقيت كابلنج مع سيستم تاني. انا دلوقتي عايز اعدل في اي وقت، لا انا لازم استنى الشخص اللي قدامي ده هو اللي يعدل الاول. فبالتالي انا محتاج افكر مش زي الباك اند. الباك اند التفكير بتاعه ان انا افكر في الموديلنج، السكيما، انتيتي فريم ورك او الاو ار ام، ازاي اخلي الموديل شكله عامل ازاي، الاوبريشنز. لكن كمايند سيت انتجريشن الموضوع مختلف شويه. انا ببقى بفكر ازاي هربط السيستم اكس بالسيستم واي كمؤسسه من غير ما اوقع اي ريكوست في النص. وده وارد، انا لو عملتها بطريقه كاستم خلاص انا عندي ميزه جوه الدوت نت مثلا فور اكزامبل ان انا اقدر اربط دايركت مع اي سيستم تاني، بس انا هفقد نقط مهمه جدا، زي مثلا انا اعمل ريتراي، ممكن ريكوست يقع، ممكن اي حاجه يحصل فيها مشكله، السيستم التاني فيه مشكله، انا بعت الريكوست بس السيستم التاني واقع دلوقتي لمايكرو سكند. فانا لا، انا محتاج اغير كل التفكير ده واشوف اي حاجه تقدر تحل لي الموضوع ده.